ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. رمضان كريم عليكم، ودلوقتي جه ميعادنا مع حلقة جديدة من حلقات الحوار في سكة قراية بلس. معاكم ياسمين غبارة من بوديو. بما إننا في رمضان شهر كرم، فأنا محضرة لكم هدية، وهذه الهدية تكمن في الضيف اللي منور ومشرف سكة قراية النهاردة. معانا الإنسان والكاتب والأديب والصحفي والشاعر عمر طاهر، أستاذ الأساتذة وأيقونة في عالم القراءة والكتابة، مش بس بسبب الطريق المنفرد اللي ماشي عليه وبيعبر فيه عن حاجات جوه الناس محدش بيعرف يوصلها بالطريقة دي غيره. وبقول الناس مش القراء، لأن عمر طاهر حرفياً أي حد بيعرف يقرأ ويكتب من أي ثقافة ومن أي جيل يقدر يقرأ كتبه ويحس بالمعاني اللي فيها. الكاتب اللي بنحس إنه بتاعنا ويخصنا، الصاحب اللي بيفهمنا ويعبر عننا بصدق وبإحساس عالي جدا. أستاذ عمر طاهر منور ومشرف سكة قراية. أولا مساء الخير، ثانيا أشكرك على الكلام العظيم جدا ده اللي أنا أتمنى أن أكون يعني أستحقه، وثالثا بشكرك إنك أنت عزمتيني في اللقاء الجميل بتاعك ده اللي أنا يعني بحب أسمعه. المشوار عمر طاهر الإبداعي مغري جدا للتأمل والاستغراق فيه، يعني الواحد يدخل فيه كده يلاقي كذا باب وكذا قصة. وعايزين نتكلم معاك في حاجات كتير في المشوار ده، ولو تسمح لي أبدأ من منطقة كده في النص من كتاب أثر النبي. الكتاب ده انتشر زي النار في الهشيم، ولحد دلوقتي الناس بتسأل عليه وبتقراه وبتحمله، يعني موجود طول الوقت. بعد ما قريت الكتاب ده أول سؤال جه في بالي، إيه الفكرة أو الخاطر اللي خلاك تقرر تعمل كتاب عن السيرة؟ كتاب أثر النبي جه من منطقة غريبة جدا، جه من أن أنا كنت منتظر بنت، أول بنت ليا، وكنت مقرر أن هسميها رقية، وكل اللي أعرفه عن اسم رقية أنه هو كان اسم بنت من بنات سيدنا النبي، لكن ما كنتش ما أعرفش قوي عنها يعني. فحسيت أنه لأ، يعني واجب أن أنا أذاكر شوية، أعرف أكتر، أستبشر بسيرة الاسم. فلما فتحت في السكة دي، في سكة القراية، فالقراية في سيرة ستنا رقية جابت القراية في سيرة ستنا زينب، في ستنا أمامة، في ستنا أم كلثوم، في السيدة عائشة، في السيدة فاطمة، في السيدة أمنة. اتسحبت وراهم ولقيت نفسي للقراية بتتحول لشغف للكتابة والتعبير، إن القراءة عنهم كانت نوعين، يا إما قراءة صعبة شوية في الكتب اللي هي الأصلية، اللي هي أمهات الكتب اللي فيها الداتا مليانة عن فلان عن فلان عن فلان، وقصص يعني لغتها صعبة شوية، أو مكتوبة بتبسيط، مش عايز أقول مخل، يعني بتبسيط، يعني ما حسيتش إن في جماليات قوي يعني مغرية. فحبيت ان انا احكي الحكايات اللي انا قريتها وحبيتها دي، حبيت ان انا احكيها بطريقتي، احكي قصص فيها قصه وفيها سيره بني ادم هو بالصدفه كان موجود في المكان ده، في المربع ده بالقرب من سيدنا النبي. فلقيت المشروع بيتكون بالطريقه دي يعني. طب ما قلقتش من فكره الاضافه لكتب السيره، يعني ان انت تحكي مواضيع موجودة زي ما انت قلت في أمهات الكتب؟ كنت حاسس ان الكتاب ممكن يلمس مع الناس، ولا ما كنتش عارف ان هو هيلمس بالطريقة دي؟ هو موضوع فكرة اللي يلمس مع الناس دي دايما ما بتبقاش شغلة الواحد قوي وهو بيشتغل. ما بسمحش دايما لفكرة الخوف من التقييم او ترقب التقييم ده ان هو يكون معطل او يكون سيء الواحد وهو بيشتغل. يعني بقدر الامكان الواحد بيدرب نفسه انه يتخلص من العجز ده يعني. كحل وحبهان. كحل وحبهان اترشحت لجائزة نجيب محفوظ للرواية سنة 2020، صح؟ مظبوط. الجوائز بتاعني ايه لعمر طاهر؟ والله يعني عايز اقول لك انه مفهوم الجوائز ده نسبي جدا. يعني اولا انا بطلع نوع كتب يعني ملوش جوائز. يعني كتاب مثلا زي صناعية مصر، او كتاب زي من علم عبد الناصر شرب السجائر، او كتاب زي كتاب المواصلات، انا كتبي ملهاش تصنيف واضح يعني. لكن الحمد لله انه لما اشتغلت تحت تصنيف واضح، تحت مصنف ادبي واضح اللي هو الروايه، حققت الروايه الحمد لله كل ما يتمناه الشخص اللي بيكتب روايه، ان هي القائمه القصيره جائزه نجيب محفوظ، ان هي بتتحول للسينما، ان هي بتترجم. وده عوضني عن فكره ان انا بشتغل كتب ما بتدخلش مسابقات، او ما فيش مسابقات
مهتمه بالنوع ده من الانتاج. فجحلو حبهان عوضتني شويه عن ده. فكرة الأطفال أو يعني بين الطفولة والشباب، السن المحير ده زي ما بيقولوا، بلاقيه كتير في نقاشات كتب وندوات عمر طاهر. يعني يمكن الكاتب الوحيد اللي ممكن تلاقي سن صغير في حفلات توقيع كتبه، بيبقوا متحمسين وطايرين وعاملين زي فاكهة القعدة وبيفتحوا الكتب ويشوفوها، خصوصا كتب صناعية مصر. امتى اتفاجئت وأدركت إن السن ده جزء من جمهورك؟ بص، كنت بشوف يعني شذرات وكذب نفسي، يعني اقول صدفه بشوفهم وبقول يعني ايه دي نوادر يعني. لحد ما في 2018 بعد صناعيه مصر الاولاني ما صدر، هو صدر في شهر 12. في شهر 6 لقيت حد بعت لي فيديوهات من حفله اخر السنه بتاعه مدرسه ابتدائي، والاطفال في المدرسه الابتدائي دي اللي هم في 6 ابتدائي واقفين على المسرح، وحفلة التخرج بتاعتهم ان هم بيقدموا شخصيات كتاب صناعية مصر. فلقيت طفل لابس خواجة زي تومي خريستو بيتكلم بيقول انا اللي عملت الشوكولاتة وانا اللي عملت كذا وكذا، وطفل لابس لبس صاعقة بتاع الجيش وبيقول انا اللي هو بقى زكي يوسف، انا اللي عملت خط برليف. فاتخضيت، لقيت الاطفال في 6 ابتدائي حفلة اخر السنة بتاعتهم ان هم مقدمين شخصيات الكتاب. وبعدين توالت المفاجآت انه الندوات اللي مع المدارس ابتدائي واعدادي وثانوي بقت جزء من التزاماتي. بقيت زي ما بتروح بلاد معينة تعمل ندوات، بقى ان انت بتروح مدارس كل فترة لازم بيبقى في المدرسة ندوة او نقاش مع السن ده. بالظبط. وحسيت انه يعني ان كلمتي بذرة بتاعت حاجة عليها القيمة عند أطفال ومراهقين بيكبروا بيها. فبقيت يعني حاسس ان انا محظوظ بان انا عندي قراء في الملعب ده وفي السن ده، يعني حاجة من الحاجات المبهجة بالنسبة لي يعني. مشاعر التوتر دورها ايه في حياة الكاتب عمر طاهر؟ تقريبا هي كلمة السر أساسا. يعني المفروض يعني حياة الكاتب قائمة على التوتر، والكاتب ده شخص ربنا رزقه بعلاج اسمه الكتابة. هي فيها علاج، هي فيها المهدئ، وهي فيها اللي بيفك شفرة التوتر ده وبينظمه، فالواحد بيعرف يتعامل معاه. فهي يعني هي التوتر بالنسبة للشخص زي بيشتغل في الكتابة هي الداء والدواء يعني مع بعض. ده بياخدنا العبارة من كتاب المواصلات بتقول القلق مرض العصر، لكن هناك قصص نجاح سر نجاحها أن أبطالها يعيشون معظم الوقت في قلق. كتاب المواصلات أنا ومجموعة كبيرة من القراء متفقين على أن الكتاب ده أهم كتير مما يبدو عليه. يعني هو مليان عبارات تأملية في مشاعر وأفكار مهمة زي الانتظار وفكرة الوقفة مع النفس، الضمير، معادلة الزواج وتحليلها. الكتاب ده بالنسبة لي بيبقى أنا بسميه تمارين اليوجا يعني. بس أنا دايما كنت مستغربة من اختيار عنوانه، كتاب المواصلات حكايات شخصية لقتل الوقت، مع إن هو كتاب هو حتى مش للتسلية قد ما هو ده بيزيد من أهمية الوقت. فإيه سر اختيار العنوان ده لكتاب فيه معاني كتير شايفينها مهمة وأثرت فيهم جدا؟ بص، أنا شايف اللي بتقوليه ده ميزة. يعني لما أقول لك إنه ده كتاب، يعني أنا شايف إنه هو كتاب تقديري ليه إن هو حاجة لقتل الوقت، حكايات شخصية لقتل الوقت، وأنت تشوفي فيه حاجة أهم من كده. أحسن ما أقول لك ده كتاب فيه خلاصة الفلسفة وتلاقيه كتاب عادي ما فيهوش حاجة، يعني تاخدي فيه مقلب سلبي. ففكرة انك تاخدي مقلب ايجابي في الكتاب فدي ميزة، يعني بعتبرها يعني حاجة كويسة. انه انا كان تقديري للكتاب ان هو حكايات شخصية لقتل الوقت، لكن الحمد لله الناس لقت فيه ما هو اهم من ذلك. فدي بالنسبة لي حاجة يعني تفرحني. عنوانه كتاب المواصلات خلاني افكر في ان اكيد المواصلات ليها قدر كبير من الاهمية عند عمر طاهر، وده خدني لسؤال يا ترى المواصلات هي مصدر ايه بالنسبة للكاتب عمر طاهر؟ الكتابة كلها في الحركة. الكتابة عمرها ما كانت في القعدة وفي التأمل وفي البلكونة. اللي انت هتكتبه موجود في الحركة، موجود في شباك العربية وفي شباك الأتوبيس وفي شباك الميكروباص وفي المترو وفي المشي. الكتابة موجودة هناك. التفكير في الكتابة هو اللي موجود على الكنبة وفي أوضة المكتب وفي البلكونة. التفكير في اللي انت جمعته، لكن الأفكار واللي انت عايز تقوله موجود في الشارع، مش هيجي لك وانت قاعد في أوضتك يعني. فده بالنسبة لي أنا المواصلات هي الكتاب. كان المعنى التاني اللي معانا وعايزين ندخل فيه هو البركة. يؤمن المصري بالمعجزات ويتكئ عليها بثقة كاملة، معجزة البركة التي يعول عليها أكثر من الرزق. البركة ممكن تدخل في الكتابة؟ هقول لك ممكن تيجي في الكتابة تبقى عاملة ازاي.
ان الفكره ان لما اقعد اشتغل على فكره ما تبخلش عليا بكل ما فيها. ففكره ان الفكره نفسها تمنحك كامل اسرارها وكامل خيراتها وكامل اللي هي تنطوي عليه، دي حاجه مش متاحه لاي، يعني ما بتحصلش مع اي حد. طب امتى حصلت البركه مع عمر طاهر؟ في انهي عمل ادبي كانت ملحوظه قوي او حسيت انها ليها دور كبير؟ مشروعي الادبي كله والكتابه كله قايم على البركه. يعني الكتابه الحمد لله بعتبرها كريمه معايا. الكتابه مش النجاح، الكتابه في حد ذاتها. يعني لما اقعد بشتغل على حاجه بحس ان هي يعني زي ما انا بديها هي كمان بتقابل العطاء بعطاء اكبر يعني. عايزين ندخل في قصه القارئ بقى. كتير من الكتاب بيقولوا ان انا ما اقدرش اكتب وفي ذهني القارئ وفي نفس الوقت القارئ هو اللي بيستقبل. طب ازاي المعادله دي؟ ازاي اكتب واشيله من دماغي وبعدين ابقى مستني بصمته على العمل او مستني تاثره بالعمل؟ انا مشغول بالقارئ على اي مستوى. مشغول بالقارئ في ان انا اولا اكون انا تحديدا وانا بكتب، ما اكونش حد تاني. يعني اكون صادق، أكون ضميري راضي تماما عن كل كلمة أنا بكتبها، أكون واضح، بنقل اللي جوايا كأنه مراية بالظبط. إن أنا أحترم مشاعره، إن أنا أحترم ذكائه. ففي حاجات بعمل حسابها في الحاجات دي كلها في تكنيك العمل، لكن مش بكتب علشان أعجب القارئ، ده موضوع تاني. يعني مش بكتب علشان اقول له اعجبه ويقول لي يا ده انت شاطر، يا ده انت فظيع، يا ده انت غامض، يا ده انت عميق. لا، ده بقى ما بفكرش فيه. يعني هل ممكن نقسمها لمراحل؟ هل في مرحله من الكتابه ما بيخشش فيها القارئ خالص ومرحله تانية ممكن يبتدي يخش فيها؟ انا بالنسبه لي بستحضر القارئ في اخر بروفه في الكتاب. طب كنت عايزه اسال عن اكتر تعليق او فعل من قارئ عمرك ما تنساه. انا عارفه ان هم كتير بس انا عايزه يعني 2 مثلا يعني كانوا مختلفين او اثروا فيك. لا، دايما انا بقول انه انا بحس ان انا القراء لو هقسمهم تصاعديا حسب اهميتهم بالنسبه للواحد، فهقول مثلا في المركز الرابع اللي بيقول لي انه اللي انت كاتبه ده وحش، فبقول شكرا يعني تمام، يعني اسف، المره الجايه يا رب ابقى احسن من كده. في المركز الثالث اللي بيقول لي انت كاتبه حلو ويسكت، فده اشكرك، انت يعني ايه احيتني ومنحتني شعور عظيم جدا. في المركز الثاني اللي يقول لي انت كاتب حاجه حلوه علشان كذا، ويشاور لي على الحاجات اللي انا كنت شاطر فيها وكنت متميز فيها، فده شاور لي على نقط قوتي وخلاني اتمسك بيها، يعني اعرفها فحافظ عليها. في المركز الاول اللي بيقول لي انت كنت وحش علشان 1 2 3، فده شخص شاور لي على عيوبي وعلمني حاجه هقعد اذاكرها استفيد منها. دايما كان سهل ان انت تتقبل ان حد يقول لك ده كان وحش؟ يعني امتى الموضوع ده بقى سهل وامتى كان صعب؟ سهل عليا اللي يقول لي، يعني سهل واتقبله اللي يقول لي وحش عشان كذا. ده بالنسبه لي شخص قيمته عاليه بالنسبه لي. ده شخص قال لي انت، انا خارج من البيت ولابس شيك ولابس كرافته، بس الكرافته دي هو شافها قال لي على فكره خد بالك الكرافته دي وحشه علشان عليها بقعه مش باينه، البقعه اهي. فانا دخلت البيت غيرت الكرافته وخرجت بكرافته احلى منها. فالشخص اللي قال لي انت لابس وحش في بقعه على الكرافته بتاعتك، ده شخص يعني افادني بشكل ما. السوشيال ميديا غيرت في العلاقة بين القارئ والكاتب، ان الدنيا بقت قريبة قوي، يعني ما كانتش الدنيا كده زمان. وده بيخليني اتساءل، هل تؤمن بحاجة اسمها المسافة الآمنة بين القارئ والكاتب؟ والله حتى ايماني بيها مش هيغير حاجة، يعني ايماني بيها مش هيغير واقع بقى موجود. طب بتقدر تحكمها ازاي؟ يعني حتى لو الواقع فرض نفسه زي ما بعمل ده مع اي حد على السوشيال ميديا، يعني سواء اعرفه او ما اعرفوش، قارئ او كاتب او زميل او معرفه، في حدود للتعامل مع كل الناس، فبحافظ على الحدود دي بشكل عام. يعني بحافظ على الحدود الانسانيه قبل الحدود بتاعه كاتب وقارئ. جزء كبير من حياه عمر طاهر المهنيه هو كتابه المقالات بشكل منتظم. هل السوشيال ميديا اصبحت بديل المقالات اللي كانت بتنزل في الجرايد كل يوم، العمود الثابت اللي الناس كانت مرتبطه بيه وبكتابه؟ هي السوشيال ميديا بقت بديل للصحافه بشكل عام، يعني مش للمقال وبس، يعني للخبر وللتغطيه وللراي وللتحليل وللمقال. بقت السوشيال ميديا ملعب اوسع واكثر حريه واكثر انتشارا بالصحافه بشكل عام يعني.
بس الصحافة كان ليها قواعد وليها أصول، وكتابة المقال مثلا ليها قواعد وليها أصول. ومن أحلى يعني المقالات اللي ممكن تقراها هي مقالات عمر طاهر. لكن السوشيال ميديا مختلفة، يعني ممكن يبقى شخصي تماما، ممكن حاجة انفعالية مش خاضعة لأي تنقيح، تلقائية، رد فعل سريع، مختلفة عن المقال أو عن أشكال الصحافة. كنت شايف ده إزاي؟ ولا شايفه تطور؟ بص، هي شكله بقى موجود وبقى فارض نفسه، يعني لا يمكن واحد يتعالى عليه او يتهرب منه. لا، هي بقت منصة ومكان انت بقى هتقدم من خلاله ايه. انت ممكن تكون اللي بيحصل حواليك في عبث وفي ملوش قواعد وفي زيطة، بس هي الفكرة انك انت تحافظ على ستايلك، وتحافظ على طريقتك، وتحافظ على افكارك والشكل اللي انت بتقدم بيه نفسك. هو الاساس. هتقدمه بقى في مقال 200 كلمه في جورنال، او هتقدمه على موقع، او تقدمه على الفيسبوك. في النهايه هو انت، يعني انت بتعمل ايه، مش انت بتعمل إيه، فين انت بتعمل ايه. ده الاصل عندي. منطقي جدا فعلا. عايزين نتكلم عن الفرق يعني، او ندخل في حته الماضي والحاضر. لا أفكار واضحة بخصوص المستقبل، لكن شريط أحداث الماضي يمر سريعا بتفاصيل واضحة. دي جملة من كتاب من علم عبد الناصر شرب السجائر، ووقفت عندها وجالي سؤال كده. يعني في الوقت الحالي عمر طاهر بيشارك الناس أحداث اليومية بتعليقه، برأيه، بكتابته عنها. لكن في الكتب دايما في نوستالجيا، دايما في حنين للماضي، وبتفحفر في الماضي وبتطلع منه جواهر. فعايزة أعرف عمر طاهر واقف فين وجدانيا بين الماضي والحاضر؟ والله بص سنين، تقدري تقولي ان انا يعني انا بعالج نفسي. يعني هو انا شخص مريض بانه هاجر مدينته، وهاجر مراهقته، وهاجر الايام الحلوه، وهاجر الاماكن والناس اللي بنحبها، وهاجر فتره يعني ما تتعوضش. فمريض بالحنين ليها دايما. فبعالج نفسي بالكتابه. فتقدر تعتبريها ان هي علاج يعني. بالصدفه العلاج ده طلع شغل وطلع اعمال وطلع كتابه، لكن هي بيني وبين نفسي لا يعني بعالج نفسي الحقيقه يعني. لو بايدك انك تختار 3 حاجات من الماضي وترجعهم ويبقوا جزء من الحياه في وقتنا الحالي، هتختار ايه؟ لو في ايدي ارجع حاجات من الماضي، يعني اقول لك، يعني ممكن مثلا اعتبر في ناس هرجعهم، دي حاجه، ناس بعينهم يعني هرجعهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه هرجع الصحافه، الجرايد والمجلات زي ما كانت لحد منتصف التسعينيات مثلا. هرجع ايه تاني؟ اصل هي مغريه، فكره الرجوع دي مغريه في حاجات كتير يعني. بس مثلا من الحاجات اللي انا زعلت ان هي راحت من، بعتبرها راحت من انا شخصيا، بلد زي سوريا مثلا. سوريا بالنسبه لي كانت بتلكك علشان اسافر سوريا، يعني ابقى رايح اي بلد فاعمل سوريا ترانزيت رايح جاي. فدي حاجه من الحاجات اللي اتحرمت منها، وما بقاش المشوار زي ما كان لحد مثلا 2005 2006 يعني. طب ايه الحاجة اللي لو في ايدك القرار هتلغيها من عالم القراءة والكتابة النهاردة؟ يعني رغم ان هو فعلا متألق ومتطور، لكن اكيد في حاجة ممكن تشيلها. هشيل 95% من دور النشر اللي في مصر. يعني مش هشيل 95% من دور النشر للأبد، يعني هشيلهم واسفرهم حتى يتعلموا نشر، لانه محدش عندنا بيشتغل شغلانة ناشر. يعني قليلين قوي بيشتغلوا الناشر زي ما هو المفروض يشتغلها، قليلين قوي عندنا، يعني مكانين 3 4 بالكتير قوي. الباقيين يعني بيشتغلوا في بيزنس النشر، في بيزنس الطباعة، في بيزنس المعارض والمكتبات، يعني في حاجة تانية غير شغلانة ناشر بكل ما ينطوي عليها الكلمة من دور ومهمة ووعي ومغامرة وتطوير للنصوص وتطوير للكتاب. كل دي طموحات في الشغلانة ما بقتش موجودة عند كتير قوي يعني. زي ما قلنا نمط الحياة حاليا بيستنزف البني آدم عموما نفسيا وماديا. الحاجات اللي بتستهلك طاقتنا بقت أكتر بكتير من الحاجات اللي بتساعدنا نستعيد طاقتنا. مش عارفة تتفق معايا في ده ولا لأ، بس بحس إن الكاتب أو الفنان هو أكتر حد محتاج طاقة وذهن صافي. وده بيخليني أسألك، يعني بتشحن طاقتك إزاي ككاتب؟ زي الموبايل كده، زي الموبايل لما بيخلص شحن بتحطيه في الفيشة وعلى جنب. فهو الكاتب كده بتحطيه في الفيشة على جنب. إيه هي الفيشة بقى؟ ان هو يتعزل، يعني يتعزل
بيشحن نفسه بنفسه، بان هو بيبعد عن الكركبه والدوشه وكل ما الحاجات اللي هي اللي بتشوش على الرادار اللي عنده. والكاتب ده حته رادار قد كده صغيره، ماشيه بتلقط افكار وبتلقط اشارات يستقبلها ويعبر عنها. فما فيش علاج للكاتب قد ان هو يبعد عن التشويش. الخوف في حياة الكاتب، هو الكاتب بيخاف من ان الكتابة تقف، ولا بيخاف على الكتابة اللي كتبها، ولا بيخاف من تغير ذوق الجمهور؟ ممكن تتخيل اكتر حاجة بتخوف الكاتب ممكن تبقى ايه؟ انا شخصيا اكتر حاجة بتخوفني ان الكتابة تبطلني، مش انا اللي بطل الكتابة، الكتابة هي اللي بتبطلني. طب الكاتب يتعامل مع خوفه ازاي ايا كان سببه او نوعه؟ اسأل نفسي سؤال، هل انت عملت اللي عليك ولا لا؟ لو حسيت ان انا عملت كل اللي اقدر عليه فخلاص انا مفيش حاجة تانية تخوفني. السعادة تحتاج إلى لصوص، دي عبارة من رواية كحل وحبهان. الكاتب بيسرق سعادته من الكتابة في أنهي مرحلة من صناعة العمل الأدبي؟ طول الفترة بتاعت الجنين وهو بيتشكل، دي فترة السعادة. معقولة بقى إن ده تبدو إن هي أصعب مرحلة أو أكتر مرحلة فيها مشاعر أخرى يعني؟ لا، هي دي اللي فيها الإشارات وفيها الإلهامات وفيها الجنين بيتكون ويبتدي يبان له راس وإيدين ورجلين ويبتدي يتنفس ويبتدي يتحرك. دي الفترة اللي مليانة سعادة وشفافية كده، يعني فيها حاجة حلوة يعني. الجملة الشهيرة من كتاب إذاعة الأغاني اللي ناس كتير بتكتبها على صفحاتها وبترددها، وساعات بنشوفها اقتباسات في كتب دلوقتي، اللي هي بينما تجري الحياة ثمة أغنية ما تدور في الخلفية، وبينما تدور أغنية ما ثمة حياة تجري في الخلفية. إيه الأغنية اللي ممكن يشغلها عمر طاهر في خلفية المرحلة دي من حياته الإنسانية والأدبية؟ شبابيك. بس شبابيك دي الأغنية اللي عجبتك، في يمكن أول أغنية فتحت عندك زي ما أنت حكيت مفاهيم معينة أو خلتك تبص للحياة بشكل معين وأنت طفل، صح؟ بص، هي الأغنية دي فيها عفريت ملبوسة، يعني لحد النهاردة بتشتغل، بتسيب نفس التأثير اللي حصل من سنة 85، هو بالظبط، ما تغيرش ملي. صناعية مصر الكتاب التاني والحاجة كريمة ياسين، يعني السيدة الجميلة، هل كان في قصد من اختيار حكايتها وحكاية أهل السويس في الصمود في حرب 73 إنها تبقى آخر حكاية في الكتاب يعني؟ ما اعرفش، حسيت ان دي احلى قفله الكتاب، كريزه اللي على وش التورته، حسيتها كده بصراحه. في نفس الحكايه بتاعه الحاجه كريمه ياسين قرينا ان السادات صرف منحه صمود لكل شخص في مدينه السويس بعد مقاومتهم في 73. المنحه دي كانت 10 جنيه وفانيلا صوف تقريبا. انا وقفت عند مصطلح ومعنى منحه صمود وسالت نفسي يا ترى الكاتب عمر طاهر لو هيصرف منحه صمود دلوقتي هيصرفها لمين؟ والله هصرفها كل الناس تقريبا، يعني كل الناس اللي حوالينا اللي اعرفهم. فهي اوقات صعبه ومع ذلك في ناس واقفه على رجليها كامله بقناعاتها وافكارها وبطريقتها وبالشكل هي اللي اختارته والحاجات اللي هي مؤمنه بيها، ومحافظه على نفسها ومحافظه على ضميرها ومحافظه على وعيها ومحافظه على اللي حواليها. ففي ناس واقفه على رجليها فعلا صامده، تتعامل مع كل اللي بيحصل حواليها يعني يا جبل ما هزك ريح يعني. طب لو منحة الصمود مش حاجة مادية ممكن تبقى ايه؟ اعمل هيئة اسمها هيئة الانصاف والتقييم. الانصاف والتقييم. هيئة الانصاف وإعادة التقييم دي ما بتعملش حاجة غير الحاجتين دول، الانصاف وإعادة التقييم. لان في ناس كتير في البلد واخده فرص ما تستحقهاش، وفي ناس تستحق الفرص معزولة. اتكلمت عن الشيخ الحصري وحاولت توصل مع القارئ لمصدر اختلافه وتميزه، ووصلت لوجهة نظر بأن قراءته هي قراءة رجل مشغول بالرسالة، مشغول بتوصيل الرسالة والمعاني اللي في القرآن أكتر من أي حاجة تانية. وبرضه في عرضك لرحلة أمينة الصاوي اللي أنا اتأثرت بيها جدا مع رحلتها مع الكتابة وتبسيطها لكتب السيرة وتحويلها لشكل كتابة يمكن ترجمته لأعمال فنية، مسلسلات إذاعية، تلفزيونية، قصص أطفال. وقلت كانت أمينة الصاوي تحوم حول الأفكار للعثور على مدخل للفن فيها. لقيتك بتدور في كل شخصية على مفتاح إبداعها، وتساءلت إزاي جمع معلومات عن الشخصية ممكن يوصلك للصفة دي؟ يعني بالمذاكرة، يعني أنا جمعت كل المتاح عن أمينة الصاوي، من بنتها، من حفيدها، من أرشيف الصحف، من المكتوب عنها، من اللقاءات التلفزيونية.
فجمعت كل المادة وفرشتها قدامي وقعدت أذاكر الشخصية دي بتطلع إبداع من فين، أو بتطلع الفن اللي عندها من أنهي منطقة. فده ما بيجيش غير بالفحص وبالدراسة وبالمذاكرة يعني. طب مين في مصر دلوقتي سواء رحل عننا في الفترة اللي فاتت أو موجود ولسه مؤثر في الواقع ممكن يتكتب عنه بعد عقود إنه من صنايعية مصر؟ لا، علشان تكتبي عن حد لازم يبقى فيه مسافة في الزمن توضح هو تأثيره كان لأي مدى. الزمن هو اللي يحكم يعني؟ يعني بعد شوية سنين بيبين إذا كان مجرد شخص ناجح، ولا كان شخص مؤثر، ولا كان شخص مؤسس. يعني الوقت بيبين حقيقة الأثر. عايزين نتكلم عن القراءة. بيقولوا إن القراءة هي وقود الكتابة، وإن الكاتب في الأساس قارئ. سكة عمر طاهر في القراية بقى بدأت منين ووصلت لفين؟ بعتبر نفس القارئ. يعني هو نفس القارئ اللي من ساعة ما بدأ في ابتدائي لحد النهاردة. هو نفس القارئ العشوائي اللي أي حاجة تصلح للقراءة بتقع بين إيديه بتتقري، من أول الكتب مرورا بالصحافة، نهاية حتى بالروشتات اللي بتبقى جوه الأدوية اللي فيها الأعراض الجانبية وبيعالج إزاي. فهو نفس القارئ العشوائي مكمل زي ما هو. طب إمتى تحس إن الكتاب اللي بتقراه فاجأك؟ امتى احس ان هو فاجئني؟ يعني لما اكون قاعد بقرا ويخليني انزل في الكرسي اكتر، يعني يخليني افك قوي واغوص في الكرسي. ده كتاب ناجح بالنسبه لي يعني. طب امتى تقفل الكتاب وما تكملوش؟ اكتر احساس بيستفزني بيخليني ارمي الكتاب، مش اركنه، ارميه. لما احس ان الكاتب بيكتب عشان يقول انا شاطر. فزلكه يعني. الفزلكه واحده من الحاجات اللي بتقول كده. بس في كاتب يعني بيبقى استعراضي وتبقى كتابة حلوة لا تفضي لشيء يعني. طب هل القراءة الإلكترونية والكندل والكتب المسموعة والليلة دي كلها دخلت ضمن طقوس عمر طاهر في القراية ولا لسه على قديمه؟ لا طبعا، تطور موجود وبيساعد وبينفع في ساعات كتير. أي نعم مش هو الأصل، مش هو الأساس، بس لا موجود وبينفع طبعا. أنا عايزة أدخل بقى عند منطقة محببة جدا بالنسبة لي، وهي برنامج وصفوا لي الصبر. قلت عن مشروع كتاب صناعية مصر إنك بتتمنى إن هو يكون كتاب صانع للأرشيف أكتر من مجرد مستخدم ليه. والحقيقة مش بس صناعية مصر اللي يصنع الأرشيف، لا كمان برنامج وصفوا لي الصبر هو مرجع مش مجرد أبدا حوار تلفزيوني مع كتاب، لا هو عرض عام لموضوعات خاصة بالكتابة والنشر لم تطرح أبدا بالشكل ده في برنامج تلفزيوني قبل كده. في نفس الوقت هو برنامج خفيف وبسيط، صورته حلوة ومبهجة للعين وروحه محببة جدا للي بيتفرج عليه. بدأت بذرة البرنامج ده منين؟ إن طول الوقت بطلب مني إنه تعالى أعمل ورشة كتابة، تعالى أعمل ورشة لتعليم الكتابة. فلما جات لي فرصة ان انا اعمل محتوى في التلفزيون قلت طيب والله انا ممكن اعمل فكرة الورشة دي، اعملها بشكل تلفزيوني، يبقى حاجة عمرها اطول وتعيش اكتر، واشغل فيها اساتذتي. يعني ما بقاش انا اللي بعلم الناس الكتابة ولا انا بعمل الورشة، لا انا ببقى انا مجرد وكيل المدرسة اللي فيها اساتذة بتيجي تتكلم عن الكتابة وعن اسرار الكتابة والقراءة. وتبقى ورشة تقعد بقى اي حد يرجع لها في اي وقت يلاقي محتوى ينفعه في الملعب ده. أنا مش قادر أقول لحضرتك كام حلقة من حلقات سكة قراية حضرتها بالرجوع للحلقات دي، مع إني شفته كله كتير، بس كل مرة ألاقي فيه معلومة ما خدتش بالي منها وأقدر إن أنا استخدمها أو أقدر إن أنا أستفيد منها. يعني دي أحلى حاجة ممكن أسمعها عن المشروع ده بصراحة يعني. طب زي ما الحلقات كانت ممتعة ومفيدة لينا، أكيد الكواليس كانت حلوة، وأنا نفسي أعرف أكتر عن كواليس البرنامج ده. يعني اللقاء اللي كانت ما وراء الكاميرا كان فيه أحداث كتير أو حاجات ما نعرفهاش. والله عشان أنا كنت بقابل يعني يا كتابي المفضلين يا أساتذتي المفضلين، فكنت طول الوقت مستمتع بالحلقات دي. يعني ما كانش فيها فعلا ورا الكاميرا قدام الكاميرا. يعني كنت بتكلم مع أساتذتي وزمايلي زي ما بتكلم معاهم في الندوة وعلى القهوة وفي الشارع ونفس الأسئلة والحاجات اللي شغلاني. فما كانش فيه فروق قوي، الحالة بس اتوثقت يعني على الشريط. الأساتذة والكتاب اللي استضفتهم في البرنامج مش كلهم موجودين بشكل مفتوح على الميديا. يعني في ناس كانوا أول مرة نسمعهم بيتكلموا، يعني ممكن نبقى عارفين أساميهم بس أول مرة نشوفهم ونسمعهم بيتكلموا. فدي كانت إضافة كبيرة جدا لينا في البرنامج. وصفوا لي الصبر. طب لما الصبر هو وصفة صناعة الكتابة والإبداع فيها بيحتاج نفس طويل، ليه في رأيك ناس كتير أقبلت على الكتابة والنشر في السنين الأخيرة؟ علشان في ناس اعتبرت ان الفرقعة نجاح، والفرقعة دي سهل ان هي تحصل في ثانية، ما لهاش
مواصفات خاصة. فده كمين أو شرك ناس كتير وقعت فيه يعني. مش شايف ان وصفير الصبر محتاج جزء تاني جدا؟ هو محتاج، بس الموضوع ده قرار مش في ايدي، يعني قرار في ايد الجهه اللي تقدر تتولى مسؤوليه انتاج عمل بالشكل ده يعني. نيجي بقى للشعر. الشاعر عمر طاهر، يعني دي منطقه بقى لوحدها خالص كده. انت قلت عن الشعر ان انت بتشتغل عنده مش العكس، وكسبت قصيده عن الشعر والشعراء في ديوان الصغرى 7. بس بتكلم عن السيطره، تقدر تسيطر على الكتابه لكن ما تقدرش تسيطر على الشعر من حيث عمليه تنفيذه يعني. طبعا. يعني دايما بقول انه الواحد ممكن يقوم يكتب، يركز ويكتب، يشتغل في الكتاب، يشتغل في الروايه، يشتغل في البحث، يشتغل في المقال بتاعه، لكن ما فيش حاجه اسمها انا هقوم اكتب شعر. الشعر هو اللي بيقومك تكتب. إلقاء عمر طاهر لديوان الصغرى 7 بيضيف للقصيدة قد جمالها مرتين. صوت عمر طاهر مع الديوان والشكل الصوتي المبدع اللي طلع بيه دي، انت قلت انها فكرة فرضتها صدفة، ممكن تحكي لنا الصدفة دي؟ كنت بسجل، بعمل ناريشن لواحد صاحبنا عامل فيلم تسجيلي، وانا بعمل ناريشن، فقلت قصيدة وانا بلعب يعني من الديوان يعني. كنت قصيدة اكتبها جديدة يعني بسمعها لهم يعني. فقلت طب والله انا عندي الديوان جاهز، وانا يعني بدل ما اعمله ورقي مطبوع انا اخش اسجله وانزله على الساوند كلاود للناس، وده ممكن يكون يعني مختلف عن فكره الديوان مطبوع ورقي. يعني جربت قبل كده الديوان الورقي، فجرب ان انا احط الديوان الجديد اعمله صوتي بشكل جديد ونجحت الحمد لله يعني. من اجمل القصائد واكثرها سماعا هي قصيده البلكونات، عامله زي الاغنيه اللي بتقعد تسمعها مليون مره وانت مبسوط وما بتزهقش منها. اي حد لسه ما سمعش قصيده البلكونات بيسمعنا، احب اقول لكم ان احنا هنسمعها ان شاء الله في اخر الحلقه. لكن اول سؤال جه في ذهني بعد ما سمعت البلكونات هو ان الديوان مسموع ونزل على السوشيال ميديا، فبالتالي متاح جدا لاي حد من اي جيل، خصوصا الجيل الاصغر اللي بيستخدم السوشيال ميديا اكتر، والجيل ده هو برضو اللي ما شافش ثقافه البلكونات قوي يعني، وان الناس فعلا كانت بتقضي جزء كبير من يومها في البلكونه. ممكن مثلا الجيل ده لما يسمع قصيده البلكونات ما يترجمش جمله زي النعناع اللي امنه زرع في صفيحه سمنه، لكن رغم كده اتاثروا وسمعوا ولمست معاهم جدا. تفسر ده بايه؟ افسر بانه الانسان بطبعه عنده فضول يعرف ويفهم ويتعلم، ولما حاجه بتلمسه بيدور وراها. دي في غريزه الانسان، هي يعني مش حاجه بعتبرها يعني غريبه او مفاجاه او مدهشه. انا في الغريزه يعني طول عمري بيعدي عليا روايات وقصايد واغاني بتخليني ادور وراها، مش جايه من العالم بتاعي او مش من زمني او مش من سني او من حاجه ما اعرفهاش، بس بتفتح لي الباب ان انا امشي وادور وراها. فدي طبيعه الابداع عموما، ان هو بيقلب في التربه وبيخلي الواحد عايز يعرف اكتر وعايز يتعلم اكتر وعايز يمشي ورا اللي اثر فيه ده، يشوفه جاي من فين. الكاتب والصحفي والأديب والإنسان عمر طاهر اللي قريب مننا دايما وشبهنا، اللي بيمتلك ترمومتر خاص بيستشعر بيه أحوال الناس ويعبر عنهم بمنتهى الصدق. بشكرك جدا على وقتك وعلى وجودك معانا والإضافة الكبيرة اللي أضفتها سكة قراءة. يعني أشكرك جدا ياسمين، وأشكرك أنت عزمتيني في البرنامج بتاعك، ويا رب بس ما كنتش يعني صدعتك ولا كلت دماغك ودماغ الناس يعني. بالعكس، دايما الاستماع لكلام عمر طاهر هو من أكتر الحاجات الممتعة. ومستمعينا بكده نكون وصلنا لآخر حلقة النهاردة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية. وزي ما وعدناكم قصيدة البلكونات القصيدة الأكثر سماعا في ديوان الصغرى 7 للشاعر عمر طاهر هتسمعوها حالا. بلكونات. بشوف نفسي ساعات في كل البلكونات اللي عليها بفوت، نسخة مني هناك، واحدة كل البيوت. واقف أنشر غسيل، واقف أعصر غضب، مايل حملي تقيل عالسور اللي اتصلب بالنعناع اللي أمنة زرع في صفيحة سمنة. واقف أشكي الهوا اللي مصفصف فراق، واقف بسجارة حامية بتفرج على الخناق. واقف وبقول منين أرجع في الماضي بات وفانيلا بحمالات. واقف بيها وبشحت لسع الهوا المتحاش. واقف مع الأوباش ولاد أختي الكبيرة اللي أبوهم هلكها ومش بيجيبوا سيرة. واقف وفي إيدي فاكهة، واقف وفي إيدي بيرة. واقف أنهي مكالمة وأجيب ذرة في الحكاية. واقف بحفظ في صورة واغلط في نفس الآية.
واقف ما بيدي حيلة في القبطية النحيلة اللي سكنت قصادي. واقف وقعدت فجأة، قاعد ووقفت عادي، واتكرمشت جلابيتي، الشتوي منها غطايا والصيفي منها دبيتي. واقف سرحان في بكرة وعليا قسط ناقص، واقف وبقول بجملة، واقف وبقول بناقص. واقف جنبي أبويا شكله مسنود عليا، لكن بص في عينيا كل ساند عليه. نامت أعصاب إيديه ومازال الضرب صاحي. واقف بعد جراحي والعد عندي هواية. واقف في إيدي مراية، شنبي سويته بإيدي. شلت الشعرة اللي خابت، شلت الشعرة اللي شابت. واقف كلي ثبات، في وداني السماعات، بس الغنى في القلب. واقف بعتب عليا، واقف بشرس كلب. واقف ثابت عشان ما بقتش بعرف أشب، في أمن ومستتب. واقف ساكت عشان خلصت طاقتي في حرب. بضحك لما بكيت، بكذب وبقول نسيت. واقف وبقول يا ريت، واقف وبقول يا رب.